السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده بقى هعمل معاكم رز بلبن بطريقة سهلة زي ما انتم شايفين اهون. شكله يفتح النفس وجميل، وعملت بردك منه طواجن في الفرن. يعني ما شاء الله وفرت اكتر ما احنا بنشتري من بره، بيبقى غالي طبعا ومش زي اللي انت بتعمليه في البيت. هنا اول حاجة بقى جبت الرز اهون غسلته، وانا هعمل مقادير 2 كيلو لبن. الكيلو لبن بياخد نص كوباية من الرز، فانا حطيت هنا كوبايه كامله هي تستوي في شويه ميه، ما كترتش الميه عشان لما يستوي زي ما انتم شايفين كده هو ما يبقاش في ميه. هنا بقى كانت شرب كل الميه اللي فيه واستوى. اهم حاجه يستوي معاكي كويس، ما يكونش فيه مضغه كده، لازم يكون مستوي. هنا بقى نزلت اهوت عليه باللبن. دوت لبن جماسي مش لبن بقاري، لبن الجماسي بيبقى طعمه احلى كمان في الرز بلبن عن البقاري. هقلب بقى الرز اهون في اللبن. اهم حاجه طول ما احنا بنعمل الرز دوت، اهم خطوه اللي انت تنك تقلبي فيه كده عشان ما يلزقش منك من تحت او يكلكع معاكي. فلازم كده اننا ندوب فيه كده عشان ما يلزقش مننا في الحله ولا يشيط ولا يحصل له اي حاجه. هنا بقى اجيب النشا، هدوبه في شويه ميه بردك. لو عندك لبن كافي ممكن بردك تدوبيه في شويه لبن، ما عندكيش في شويه ميه صغيرين كده. وبضيف هنا بقى النشا بتاعه. هنا انا ضفت حوالي 3 معالق من النشا، بس هو كان بردك عايز شويه فانا ضفت له كمان معلقه، يعني حطيت له حوالي 4 معالق من النشا، دوبتهم كده في الميه زي ما انتم شايفين كده. ولازم انزل عليه وهو لسه اللبن يعني يكون بارد، ما يكونش اللبن دافي منك قوي عشان ما يكلكعش منك. احط اهوت النشا اهوت في اللبن. انا ما كترتش يعني عشان لما يغلي معايا ان حبيت ان انا اضيف هضيف تاني معسل خلاص، يبقى هو كده معايا مظبوط عشان ما يبقاش تقيل قوي. ونزلت بقى هو بالسكر قصدي. السكر ده بقى حسب ما انتم بتحبوه، عايزينه مسكر عايزينه مظبوط، يعني زي ما انتم حابين. انا كنت بعمله مظبوط، يعني لا مسكر قوي ولا دلع قوي. هنا بقى بدأ يخش اهوت معايا في مرحلة اللي هو يمسك مع بعض اهوت ويتقل معايا. وطول ما انا بردك واقفه جنب منه عماله اقلب فيه. واخر حاجه بقى بضيفها هي الفانيليا. بحط 2 كيس من الفانيليا عشان هما 2 كيلو لبن، فكل كيلو بضيف له كيس. ما بكترش عن كده عشان ما يعمليش مرارة كده في الطعم بتاعه في الاخر. هقلب اهو بردك كله في بعضه وكده. بقى كنت انا ظبطت بقى السكر بتاعه وظبطت كل حاجه، وسايباه بقى دوت يغلي معايا وهطفي عليه. شايفين ما شاء الله بقى هو بدأ يتقل اهوت ويقومه معايا يبقى مظبوط. وعلى طول كده بقلب فيه زي ما انتم شايفين كده. بدأ اهوت يغلي من الجناب. اول ما يغلي كده من الجناب تعرف اللي هو خلاص بقى جاهز معايا للتقديم. انا بقى حطيت الحله بقى على الرخامه وقلت هحطه معاك اهوت في الطواجن. بيبقى نفسه حلو قوي في الطواجن في الفرن، بيديله طعمه حلو قوي واحسن من اللي احنا بنشتريه من بره بكتير. بيتباع بره غالي ومش بيبقى برضك بيعمل لك كميه دي. يعني شوف انا عملت 2 كيلو ما شاء الله عمل لي كميه قد ايه. انا بقى كنت مسخنه الفرن يسخن معايا، يا دوبك بس هديله وش كده من فوق من على الشوايه واخرجه واوريه. انا بقى عند الاطباق دي بقى في اللي بيحب في الفرن وفي اللي مش بيحب، فانا عملت دون ودوت اهون. وبسيبه بقى يبرد براحته واقدمه بقى لما يبرد.
هنا بقى كنت خلاص بقى خلصت اهوت الغرف بتاع الرز، واوريكم برضك هو في الفرن اهون. زي ما انتم شايفين كده انا مشغله بس الشوايه من فوق، يا دوبك الطاجن بتاعي ياخد بس وش كده من فوق، بس مسهاش عليه عشان لو انا نسيت عليه ممكن يتلف منك او يتحرق الوش ويدي طعم مش حلو للرز ابو لبن. فهو طول ما هو في الفرن كده انا عماله اقلب فيه واديره كده وكده عشان كله ايه، يحمر زي ما انتم شايفين كده. جربوا بقى الرز ابو لبن اللي انا عاملاه بالطريقه ديت كده، هتعملوا ان شاء الله احلى رز بلبن وهيطلع منكم حلو. تعالوا بقى اوريهولكوا بقى بعد ما طلعته من الفرن. شايفين بقى ما شاء الله هو يعني طالع معايا هو شكله يفتح النفس وشكله نضيف وجميل ازاي. يا رب بقى فيديو النهارده يكون عجبكم، وما تنسونوش بقى في اللايك وفي الاشتراك وفي كومنت كده حلو يشجعني ان انا انزل لكم كل يوم فيديوهات. واسيبكم بقى في رعاية الله وعنايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.